وصبي وسمت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حثنا سبحانه وتعالى على السعي في الأرض، وجعل السعي سببا لننال به الرزق منه سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فعلينا السعي، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد. يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تبالي. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وحبيبه ومصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أحباب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إن الإسلام شريعة وعقيدة يحثنا على العمل وعلى إتقان العمل، فديننا دين العمل والنشاط لا دين البطالة والدعة. الإسلام حثنا على أن المسلم لا يعيش في هذه الدنيا هكذا، لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة، فخسر الدنيا والآخرة. لذلك قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أكره الرجل يعيش لا هو في أمر الدنيا ولا هو في أمر الآخرة. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الفتى أي الشاب فيعجبني أي مظهره وجلده ومنظره وجماله. إني لأرى الفتى فيعجبني حتى يقال لي لا حرفة له، أي ليس له عمل، تراه ظاهرا جميلا نظيفا ظريفا، ولكنه لا حرفة له ولا عمل. قال: فيسقط من عيني.
الذي يراه من جمال ونظافة في المظهر، ولكنه لأنه بغير عمل يسقط من نظر سيدنا عمر بأن قيمة المرء بما يعمل وبما ينتج في مجتمعه وفي بلده. يعف نفسه عن السؤال ويعف نفسه عن طلب الأمر من الناس، لأنه إذا أكثر من سؤال الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه بذعة لحم من قلة حيائه. ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل والجد والاجتهاد، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال العلامة ابن حجر رضي الله عنه في شرح هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد قط خيرا، فجاء بكلمة خير منكرة أي بدون الألف واللام، لم يقل الخير وإنما قال خيرا. والتذكير هنا لعظم الخير الذي يأتي الإنسان الذي يأكل من عمل يده. خيرا يشمل الخير في ظاهر ما يأكل يجد له لذة وطعما جميلا إذا أكل من عمل يده، أو خيرا معنويا. فالخير يأتي من العمل، وخاصة إذا كان هذا العمل باليد. ثم قال: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال: لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا داود بالذكر دون سائر الأنبياء، مع أن الأنبياء جميعهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم؟ فما من نبي كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط لأهل مكة، أي على أجرة بسيطة كنت أرعاها لأهل مكة. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإمام المرسلين كان يأكل من عمل يده. وقد ورد أن الأنبياء جميعهم كانوا يعملون كذلك. فسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح كانا يعملان بالزراعة، وسيدنا إدريس كان يعمل بالخياطة، وسيدنا نوح كان يعمل بالنجارة، وسيدنا داود كان يعمل
لأنه كان ملكا وكان خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فهو خليفة وهو ملك، وهو يستغني على أن يعمل عملا بيده، ولكن لأنه يعرف أن العمل باليد فيه كل الخير مع استغنائه عن العمل، لذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العمل أي عمل ما دام حلالا فهو خير. لا يقعد الشاب منا عاطلا عن العمل ويقول انتظر العمل المناسب. لن يأتيك العمل المناسب. اعمل أي شيء حلالا حتى يوفقك المولى للعمل الذي تحب والعمل المناسب، بشرط ألا يغنيك العمل ولا يغنيك المال ولا يفسدك المنصب. أي منصب لا يفسد عقيدة المسلم. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أروع الأمثلة في هذا الأمر. لم تغنيهم المناصب أبدا رضوان الله تعالى عليهم. فقد روت لنا كتب السير أن سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه في خلافته أراد أن يولي سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه، أراد أن يوليه على حمص، مدينة حمص في الشام. فقال سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله لا تفتني، لأنه يعلم أن الولاية أي ولاية، أي رئاسة، أي قيادة لعمل فيها فتنة، إنها أمانة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. يا أمير المؤمنين دعني لا تفتني. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: جعلتم هذا الأمر في رقبتي، أي أمر إمارة المؤمنين، جعلتم هذا الأمر في رقبتي ثم تركتموني، والله لأجعلك على إمارة حمص. فوافق سيدنا سعيد بن عامر رضي الله عنه وذهب واليا على حمص. وبعد فترة من الزمن جاء بعض وجهاء حمص وكبراؤها إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، فطلب منهم سيدنا عمر رضي الله عنه أن يكتبوا كتابا فيه أسماء فقراء حمص حتى يسد أمير المؤمنين حاجتهم. فرفعوا له كتابا فيه أسماء فقراء حمص، فذكروا فلانا وفلانا وسعيد بن عامر. فقرأ سيدنا عمر هذا الكتاب متعجبا وقال: من سعيد بن عامر؟ من هذا الاسم سعيد بن عامر؟ من هو؟ هو يعرف سيدنا سعيد بن عامر أمير حمص، ولكن لم يكن يخطر بباله أن يكون في كشف الفقراء الذين يحتاجون للصدقة.
أمير البلاد، أمير حمص. فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه حتى ابتلت لحيته وقال: الحمد لله الذي وفقني في اختيار أمرائي. الحمد لله. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن العمل مسؤولية، وأن العمل عبادة. لم يغلهم منصب ولا مال ولا جاه عن اكتساب الحلال من الطعام. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن السعي على الرزق الحلال كالجهاد في سبيل الله، وهي أعلى مراتب العبادة والطاعة. لذلك ورد أن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: مر بنا شابا قويا يرعى غنيمة، فقلنا لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كانت هذه القوة التي في هذا الشاب في سبيل الله أي في الجهاد. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه ليس الجهاد فقط في سبيل الله هو من يقاتل العدو. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان يسعى أي في هذا العمل على أبوين كبيرين أو أحدهما فهو في سبيل الله عز وجل، وإن كان يسعى على عيال له يكفهم عن الحرام فهو في سبيل الله عز وجل، وإن كان يسعى على نفسه يكفها عن الحرام فهو في سبيل الله عز وجل. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم فضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصيام ولا الصلاة. ذنوب قد يفعلها الإنسان لا تكفرها صلاته ولا يكفرها صيامه وطاعته. قال: يا رسول الله، ذنوب لا يكفرها الصيام ولا الصلاة، فما الذي يكفرها يا رسول الله؟ قال: يكفرها السعي على الرزق. السعي على الرزق قد يكفر ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده، كالا أي متعب مرهق من شدة عمله بالنهار، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، بات وقد غفرت ذنوبه، لأنه مجرد أنه يعمل عملا حلالا يعف نفسه عن مسألة الناس أعطوه أو منعوه، لأنه يعرف أن اليد
الحمد لله على إحسانه وشكر له على جوده وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأيد سلطانه. فاتقوا الله عباد الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وصلوا على نبيكم تناول المواهب والمنن، فقد صلى عليه الله قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم ارزقنا الحلال وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم ارزقنا الرزق الحلال وباعد بيننا وبين نفوسنا وبين الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ما كان منا من ذنوب بيننا وبينك فاغفرها لنا، وما كان منا من ذنوب بيننا وبين خلقك فتحملها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب النبي صلى الله عليه وسلم عطف علينا قلب النبي. اللهم يا رب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرمنا من زيارة النبي. اللهم يا رب النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لنا شفاعة النبي. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم ردهم اليك ردا جميلا برحمتك وعفوك ومنك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وتاب بيننا وبينهم بالخيرات والبركات انك قريب مجيب الدعوات رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل